هل انتهى عصر التعاون بين فكرة وخليل إبراهيم؟ وهل حقا سيقتل أحدهما الآخر؟ وما هو دور هاكان مارتان الذي حضر في هذا الوقت بالضبط؟ وكيف سيحرك الأحداث في ظل غياب أخيه يلماز مارتان؟ هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها معكم في هذا المقطع. مرحبا بكم في قناة ليل، قناة توفر لكم مقاطع يومية لمشاركتكم بالإعلانات، التحليلات، التوقعات وكل ما يدور في كواليس المسلسل. فلا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد أول بأول، وكذلك فالإعجاب بالمقطع يزيد من فرصة ظهور مقاطعنا الجديدة لكم على الصفحة الرئيسية لليوتيوب. والآن هيا لنفك شراعنا، وكالعادة لا ننسى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، لقد توضحت الصورة، والغرض من ذلك العرس هو أن تعود العداوة لمكانها بين خليل إبراهيم وفكرة ليتو. ففكرة قد عميت أعينه من الغضب تجاه خليل إبراهيم، وإن لم يكن له الحق في ذلك، لأن والده أي رضوان ليتو هو من بدأ الغدر، وهو الذي قتل تيميل. لكن واضح أن كاتب المسلسل أراد فتح مساحة أكبر لشخصية فكرة في المسلسل، وذلك أمر جميل، لأن كاريزما الممثل لائقة، وعداوته وحملاته تجاه خليل إبراهيم ستعطي المسلسل حماسا وحلاوة. لقد مر شهر على العرس، ورضوان لا زال في الإنعاش، ولا بد أنه سيستيقظ في الحلقة المقبلة، وسيتحد مع ابنه فكرة لإنهاء أمر خليل إبراهيم ويلماز. أما هذا الأخير أي يلماز، فنظرا لعدم قدرته على الخروج لكون الدرك يبحث عنه من جهة، وخليل إبراهيم من جهة، وفكرة والبقية من جهة أخرى، استدعى أخاه الصغير هاكان الذي يعرفه الجميع على أنه شخص يسعى للاستمتاع والعيش الرغيد فقط، ولا شأن له في أعمال المنظمة والعصابات وما إلى ذلك. فكما قلت الجميع يعرفه على هذه الشخصية، وهذا السبب لاستدعاء يلماز له ليتجسس له ويكون عينه ويداه في الوقت الذي لا يستطيع فيه هو الخروج لوسط الناس. وقد نجح هاكان في ذلك، فقد اقتنعت به عائلة ليتو، أي عمته وابن عمته وابنة عمته، فهم قد اقتنعوا أنه لا يعلم مكان أخيه، ولا يوافق على كل ما يقوم به وما تقوم به عائلته. مشاهدينا الكرام، ما رأيكم في هذا؟ وما رأيكم في الأدوار التي سيقوم بها هاكان والحملات المقبلة له؟ لا تنسوا مشاركة بآرائكم في التعليقات.